في بلاصتو. فاش مشى سول مو قالت ليه راه خداه باك للسوق يبيعو باش يخلص السيد فلوسو. البرت خرج مسكين كيجري يلحق عليه، ومو بكات بزاف حيت عارفه ولدها شحال متعلق بالعود. في نفس الوقت وصل السيد للسوق ووقف عليه ضابط سميتو جيمس، وهنا سولو على العود بشحال يخليه ليه. السيد كان باين عليه الحزن حيت حتى هو تعلق بالعود. المهم قال له هاد العود قوي وذكي وما غاديش يلقى في حاله. هنا وصل عليهم البرت، فلقى الضابط شرى العود وشاد فيه. البرت مسكين بقى كيبكي على باه باش يخليه ليه، وهو غادي يدير جهدو كامل ويخدم ويعطيه فلوسو. الضابط شاف في عينين البرت قداش كيبغي يجوي، وقال له انا شريتو من باك ب 30 جنيه استرليني، والا بغيتي تقدر تحسبهم غير فلوس الكرا، وخليني نكريه منك غير المده ديال الحرب، ومنين نرجع منها غادي نرجعوا ليك. وهنا اضطر البرت يوافق، وبانت ليه صفقه مزيانه، غادي يقدر باه يخلص الكرا اللي عليه وضامن العود ديالو غادي يرجع عنده. واخا بقى حزين عليه بزاف مشى كيتوادع معاه وقال له بلي غادي يرجعوا يتجمعوا مره اخرى في القريب، وتما علق عليه هذاك الكشكول ديال باه في عنقه. من بعد الضابط خداه ومشاو للمعسكر ديال الجيش، ولكن جوي كان صعيب بزاف وما خلى حد يقرب ليه وما قدر حد يروضه. وتما بزاز ربطوه في بلاصتو حدا واحد العوده كحله. جا عنده جيمس هضر معاه وهدنو، وكان باين عاجبو بزاف. الغد ليه الجيش داروا سباق للخيول كامل اللي عندهم، واسرع جوج فيهم كانوا هما جوي وهذيك العوده الكحله، ولكن في الاخر ديال السباق جوي هو اللي ربحها. من بعد جيمس كتب رساله ورسم فيها التصويره ديال جوي باش يصيفطها لالبرت ويطمنوا على جوي. ومور 4 ايام الجيش ديال الانجليز هجم على معسكر ديال الالمان بلا انذار، وهما قدروا يقتلوا منهم، ولكن الالمان كانوا دايرين حسابهم وموجدين لهذا الشيء، ودغيا قلبوا عليهم الحرب وخدموا المدافع، فقتلوا بزاف ديال